السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. طبعا هنخلي البساط أحمدي ونكلم إخواتنا الغزاويين والحمساويين والفلسطينيين، وبالمرة هنكلم إخواننا البعدة في الكيان السرطاني. هنبتدي طبعا بكيان السرطاني. بص يا سيدي، عايز تهجر غزاويين عن طريق الطيران، دفاعاتنا الجوية هتضربك وتديك بالجزم. عايز تهربهم عن طريق البحر، هنضربهم بالأسطول المصري العظيم. وانت عارف يعني ايه الأسطول المصري لما بيخش في معارك من أيام محمد علي باشا الألباني. أما أنت حبيبي وأخويا وصاحبي وصديقي الغزاوي والحمساوي والفلسطيني، قبل ما تفكر وقبل ما تسمع كلام إخواننا البعدة، وقبل ما يضطرك اضطرارا، أنا عارف إنه هيضطرك قهرا واضطرارا، إنك تتجه مباشرة إلى الحدود المصرية الغزاوية. مش هقول الاستراتينية ولا بتاعت الكيان، لا، هقول بتاعتك انت. اوعى تسمع كلام حد. خدعوك فقالوا. انت دلوقتي هم معتقدين ان الحدود المصرية زي 2007 ايام المرحوم الكبير عمر سليمان والرئيس الراحل حسني مبارك، لما الغزاويين سمحنا لهم ان هم يخشوا ويبيعوا ويشتروا ويجيبوا احتياجاتهم. رغم كده الحاجات كلها رجعت تاني، يعني بأمر من عمر سليمان، لأن كان الرجل ده يعني الحاكم بأمر الله. كان في تساهل الأول على اعتبار إن أنتوا يعني إخواتنا في الدين وفي الوطن وفي العرق وفي كل حاجة، ولكوا حقوق على دماغنا من فوق. استحالة ننساكوا أبدا أبدا، ولا ننسى القضية الفلسطينية أبدا. واحنا عمرنا ما هننسى القضية الفلسطينية، وهنشيلها طوق في أعناقنا وتاج على راسنا. لكن لازم أنصح إخواتي الغزاويين هذه النصيحة، وكان لزاما علي أن أنا أطلع يعني عشان ضميري ما يأنبنيش، وأنصح إخواتي الغزاويين بالموقف والرؤية بتاعتي بالنسبة للحدود المصرية. احنا الحدود المصرية ما بيننا وما بينكم 14 كيلو متر. أول حاجز ما بيننا في الحدود الحائط الفولاذي، الحديد الفولاذي بارتفاع، مش هقول لكم السمك عشان ما حدش يتخض، بارتفاع 7 متر. ده أول حاجز، يعني تخبط فيه بقى بالرصاص بدماغك بكل ده بالمدرعات، مفيش الكلام ده خالص. وبعدين بيليه الحائط اللي هو ال5 متر، ارتفاعه 5 متر، هو ده خرساني جرانيتي. يعني برضو لو خبطتوه بطيارة بدبابة بمدفعية بأي حاجة ما تدمرش أبدا أبدا أبدا. وما بينهم سيارات أو مسيرات بطوافة في 14 كيلو على مدار الساعة. وبعدين بيليه سور تاني جرانيتي، وبرضه في بالسيارات بتطوف عشان تشوف الحالة الأمنية، أو أي حد تسلل، وده شيء يعني
بعيد بعيد المرامي يعني. فوق الحائط الخرساني اللي هو 5 متر، عليه أبراج اسمها أبراج مدرعة، يعني فيها أسلحة تكتيكية للمدرعات للتعامل مع كل المتسللين أو اللي بيحاولوا بس أو بيفكروا الاقتراب. وبعدين بنيجي بقى السياج اللي هو الأخير. انتوا فاكرين إن هو شوية سلك وبتاع؟ لا لا، مش كده. هو أنا آسف يعني في اللفظ، خوازيق جرانيت معمولة كل خازوق طن، وبعدين أسلاك ما بين كل خازوق وخازوق عشان تعيق حتى الدبابات والمدفعية واللي مش مجرد أفراد يعني. وبعدين بعد كده بقى إيه في المفاجأة؟ مانع مائي بطول 14 كيلو وعرض 50 متر. وبعدين عشان اللي ينزل فيها ايه يقول لك ايه؟ اني اغرق زي عبد الحليم الله يرحمه. انا مش بخوف الغزاويين من المصريين، لكن بقول لك وبنصحك، بقول لك ولا انت لو انت الجن ابن العفريت مش هتعرف تعدي. لو انت الجن ابن العفريت مش هتعرف تعدي. انا بقول لك عن حاجه انا اعرفها كويس قوي قوي قوي، واطلعت عليها من خلال الصور يعني، مش رحت هناك. فبقول لك اوعى حد يخدعك ويقول لك يلا بينا يلا بينا تعالوا عشان نروح نحرج الجانب المصري. احنا شايلين قضيتكم على كتافنا من زمان. انتوا في العقول والقلوب، لكن في المعقول وفي المنطق وفي السيادة المصرية والسيادة الغزاوية احنا بنحافظ على كرامتكم. هم عايزين يمشوكوا عشان يعملوا مشاريع اقتصادية ترومبية. يعني انتوا عارفين مين ترومبية طبعا. عايز يعمل غزة مشاريع استثمارية. يعني تخيل، بيمشي شعب عشان يعمل مشروع استثماري. افهموا بقى يعني، لازم نفهم، لازم مش الغزاوي بس، لازم كل الشعوب العربية والإسلامية والمسيحية وأي حاجة واللادينية لازم تفهم العقلية الترومبية والعقلية النتنة. عايزين يعني أي مستقبل أخضر أسود أكلح لمنطقة منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الغزاويين اللي هم عايزين يمحوهم من على وش الأرض. لكن احنا بنقول لكم انتم اخواتنا واحبابنا واصدقائنا، وقضيتكم على دماغنا من فوق، ومش هنتخلى عنكم ولا دبلوماسيا ولا حتى عسكريا مهما حاولوا. رغم اني شايف ان مش هيبقى في حرب، لان الكيان خايف من الموضوع ده، وان الترامب اصلا خايف من الموضوع ده، وانه لو دخل في عراك او معركة مع الجانب المصري صدقوني يبقى المنطقة كلها هتنتحر بالغباء السياسي والعسكري. اخويا الغزاوي، دي كانت نصيحتي ليك كرجل مصري خايف عليك. لو سمحت اعمل المستحيل بس ما تجيش ناحية النيل. سلام عليكم.